الحديث الآن يدور عن دخول منظومة الصواريخ S-400 ضمن تسليح قوات الدفاع الجوي الفضائي الروسية، وتعتبر نموذجا مطورا لمنظومة S-300. فما هي المواصفات الفنية التكتيكية الفارقة بينهما؟ لو بدأنا بمدى تدمير الأهداف، فمنظومة S-300 قادرة على تدمير أي هدف في المجال ما بين 5 كيلومترات إلى 195 كيلومترا. أما منظومة S-400 فمداها من 3 كيلومترات وإلى 240 كيلومترا. الفارق التالي يكمن في احتمال تدمير الطائرات، ففي منظومة S-300 يبلغ نحو 90%، بينما في منظومة S-400 فهو 100%. وتمتاز منظومة S-400 عن سابقتها في أنها تتابع 300 هدف في آن واحد، وتستطيع تدمير 36 هدفا مرة واحدة، بينما الأخرى تتابع 100 هدف وبمقدورها تدمير 10 أهداف في الوقت نفسه. وتعتبر منظومة S-400 الأكثر تطورا في العالم، وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية بما فيها طائرة الشبح الأمريكية الشهيرة، كما تستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة وتدميرها. وتتشابه المنظومتان في زمن نشر المنظومة وجهوزيتها التي لا تتجاوز ال5 دقائق. أما المنظومة المستقبلية S-500 التي ستكون نسخة المطورة عن S-400 ومن أحدث التقنيات التي لا مثيل لها في العالم، فقد حدد البرنامج الحكومي الروسي للتسليح موعد وكمية تصنيعها لغاية عام 2020. وستضمن هذه المنظومة حماية المدن الكبيرة والأهداف الاستراتيجية، وستكون قادرة في زمن واحد على اكتشاف وإصابة حتى 10 أهداف باليستية ذات سرعة 7 كيلومترات في الثانية، وكذلك الصواريخ والأهداف الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وستتفوق منظومة S-500 وفق المسؤولين الروس على سابقاتها ومثيلتها الأمريكية باك 3 النموذج الأخير لصواريخ باتريوت، حيث من المقرر أن يستخدم فيها مبدأ إصابة الأهداف الباليستية والأيروديناميكية على انفراد. وستكون المهمة الأساس للمنظومة هي اعتراض الصواريخ القتالية الباليستية المتوسطة المدى والصواريخ العابرة للقارات.